بدأ راميرز يدور على عالم تاني يقدر إنه ينتمي ليه ويبقى جزء منه، وفعلا قدر يلاقي ده في جماعات عبدة الشياطين. زمايله في المدرسة قالوا إنه كان بيتهرب من الحصص علشان يروح المكتبة ويقرأ عن الشيطان. كان مجنون بفكرة الشيطان جدا، فكرة الشرير المتمرد على كل حاجة. طبعا قصاد ده كفر بكل شيء، ولما كانوا بيسألوه ليه كان بيجاوب بكل بساطة إن ربنا لو كان هيحاسبني ويعاقبني على أخطائي فأعبده ليه؟ مش من الأفضل إني أعبد حد يكافئني على أخطائي؟ وطبعا أمه الملتزمة الكاثوليكية حاولت إن هي ترجعه كتير لصوابه، بعتته لجمعية علشان يدرس الكتاب المقدس، فبقى بيقرأ الآيات بالمقلوب، وبالتدريج بقى عنده قناعة ثابتة إن تم اختياره بعناية علشان يكون من أتباع إبليس المخلصين، وإن في مكانة مرموقة بتنتظره في ملكوت الظلام جنب أصدقائه من القتلة والسفاحين. المعتقدات العجيبة دي انعكست على سلوكه، فبدأ يوشم جسمه بنجمة الشيطان وملا بيها أركان أوضته، وبقى شغوف بموسيقى الميتال، وبيلبس على طول هدوم سودا عليها رموز وأيقونات الشيطان، وبقت الناس بتنفر منه وبتخاف بسبب منظره المريب ونظراته اللي مليانة كره. وده كان بيزود عنده نشوة عارمة ما تقلش عن اللي بياخدها من المخدرات، فهو دلوقتي مخيف تماما زي الشياطين اللي بيحبها وبيتمنى يكون منها. دلوقتي هو عنده نفس القوة الخارقة، وبيعرف يدخل لبيوت الناس من غير ما حد يحس بيه، وبينشر الموت والرعب من غير ما حد يقدر يوقفه. ودلوقتي استعدوا لتفاصيل بشعة وعدد مهول من الجرائم اللي حاولنا إننا نجيب معظمها.